السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عاملين ايه؟ وحشتوني قوي قوي من الفيديو اللي فات، يا رب تكونوا بخير. فيديو النهاردة جديد وحلو ان شاء الله، هنعمل فيه روتين حلو قوي، وهقولك على شوية حاجات حلوة قوي هتنفعك، متأكدة ان هي هتنفعك في حياتك كست بيت عايزة توفر لنفسها ولولادها، وتعمل ميزانية حلوة ومحترمة، وفي نفس الوقت توفر حاجة لنفسها، ما تكونش بس عايشة كل مصاريفها للولاد وللبيت وهي ناسية نفسها. عايزة اقول لكم انه يعني من اكتر الحاجات اللي بتسعد الست هي نفسها. انت دلوقتي لو انت مبسوطة هتبقي بتروقي على اللي حواليكي، سواء اولادك سواء بيتك سواء جوزك سواء الناس اللي حواليكي. طول ما انت مبسوطة وطول ما انت عندك صحة حلوة وطول ما انت عندك نفسية حلوة وكويسة، طبعا هتبقي رايقة وهتروقي على اللي حواليكي. طيب انا دلوقتي اماني معايا مثلا ميزانية معينة، انا ما بقدرش ان انا امشي بيها لاخر الشهر، وهو ده بيبقى مصروف البيت، ويا دوب اللي جاي على قد اللي رايح، وفي نفس الوقت انا مش بقدر ان انا اوفر اي حاجه حتى لو اجيب حاجه لنفسي. طبعا انا حبيبتي انا مش هقولك ان انت بتاخدي كام مصروف البيت او ميزانيه الشهر بتاعك كام، او هحدد لك مبلغ معين واقول لك ان انت تمشي عليه ازاي. ليه بقى؟ لان طبعا كل واحد حسب مقدرته، كل بيت غير التاني. في بيوت ممكن تمشي بالشهر 3000 جنيه، في بيوت تاني ممكن تمشي ب7000 جنيه، في بيوت تاني ممكن تمشي والله ب2000 وب2000 ونص، على حسب اعداد الاسرة وعلى حسب ميزانيتك وعلى حسب شغل جوزك. فبالتالي كل أسرة وليها مثلا مبلغ معين بتمشي بيه الشهر. كل اللي اقدر ان انا انصحك بيه مثلا ان انت حاجتك تجيبيها بالاسبوع، لو انت مثلا بتقدري تنزلي كل اسبوع تشتري الحاجة. لكن انا مش من الناس اللي بتشتري حاجتها بالشهر، الشهر هيقعد معاكي في حاجات اللي بتنفع بتتحط في الفريزر والتلاجة، في الفريزر خصوصا هتقعد معاكي، لكن الخضار ممكن يقعد معاكي، استحالة هيقعد معاكي شهر. تمام؟ فانا بجيب حاجتي بالاسبوع. حلو كده؟ تمام. طيب لما بتيجي تعملي الاكل بتاعك او الخضار بتاعك، المفروض ان انت تعملي على تقللي يعني تقللي اكتر اكتر ما عندك، تقللي في الكميه، تقللي في الكميه، لان احنا مثلا مهما بنعمل خضار، مثلا بنيجي نطبخ طبخه مهما بنقلل بيزيد معانا حاجات، بيفيد معانا خضار. الخضار ده بصي في علبه كده وعلى الفريزر وتشيليها في يوم، مثلا مش قادره ان انت تقفي في المطبخ تطبخي، ممكن تطلعي علبه من الخضار ده وتعملي مثلا شويه رز جنبه، يبقى كده انت قضيتي يوم من الايام. في ركن حلو قوي او في نقطة ناس كتير بتهملها، وهي التموين. التموين يا بنات كل ست بيت المفروض تهتم بالتموين بتاعها. يعني التموين ده مثلا بيشيل من على ميزانيتك مثلا الزيت والسكر. يا ريت بلاش تشتري الحاجات مثلا التونة الصلصة اللي مش عارف الحاجات اللي هي ان انت ممكن تقعدي مثلا اسبوع من غير ما تاكلي تونة مثلا، لكن مش ممكن هتقعدي اسبوع من غير ما تستخدمي ازازة زيت او من غير ما تستخدمي كيس سكر. فانت خلي السكر والزيت دول حاجة اساسية مثلا في التموين. نقاط الخبز يا بنات، في ناس كتير بتهمل نقاط الخبز وبتجيب بكل مثلا الكمية عيش، وبتلاقي نفسك اخر الشهر ان انت مثلا يعني ايه هدرتي كميه عيش كبيره قوي، تسحبي رغيف ورا رغيف ورا رغيف، تركني رغيف على الرخامه، تركني رغيف مثلا في طبق بينشف مش عارف ايه، بتحسي ان انت لا انت هدرتي كميه كبيره من العيش. انما انت لو تستخدمي على قد المقدار بتاعك بالظبط اللي انت بتستخدميه للعيش، وسبتي نقاط الخبز في اخر الشهر، دي ممكن تجيبي بيها صابون، ممكن تجيبي بيها كيس اريال، ممكن تجيبي بيها ازازه بريل، ممكن تجيبي بيها صلصه، ممكن تجيبي بيها حاجات تانية، وتبقي برضو وفرتي حاجه من الحاجات اللي هي بتبقى ملزمه بيها من مصروف البيت. حاجه كمان كنت عايزه اكلمكم فيها، ان انت مثلا لما تيجي تشتري حاجه من السوبر ماركت شوفي العروض دي بتستفادي بيها قوي قوي. يعني مثلا علبه جبنه وعليها علبه جبنه هديه، مش عارف علبه ازازه البريل بتاع المواعين وعليه ازازه الملمع مثلا بتاع الازاز. على فكره العروض دي بتبقى حلوه قوي قوي. تمام؟ في كمان العروض اللي موجوده، انت طبعا ال 24 ساعه انت قاعده على الفيسبوك،
بيبقى فيه العروض بتاعه الجبن الموتزاريلا، بيبقى فيه العروض بتاعه الالبان، بيبقى فيه العروض بتاعه حاجات كتيره قوي. انت ممكن مثلا انت وجارتك، انت واختك، انت وصاحبتك، انت وسلفتك، انت بصي اي حد مثلا يكون قريب منك وليكي ممكن تجيبوا العرض ده وتقسموه مع بعض. الحاجات دي بتبقى مهمه قوي قوي. يعني في مثلا في ستات مثلا بتقول، او اللي هو نظريتها مثلا ان الجبن الموتزاريلا دي حاجه مش مهمه. لا، هي حاجه مهمه، وكلنا عارفين ان احنا في الجيل ده اللي احنا فيه الجبن بالنسبه للاطفال بتحبها قوي في البيتزا، في السندوتشات، في الحاجات اللي زي دي. فانتي هي بند مهم جدا. فانتي علشان ما يعني علشان ما تدفعيش فيها مبلغ وقدره، ممكن تشوفي عرض من العروض اللي بتبقى موجوده على الفيسبوك او على النت عموما، الجروبات بتاعت الستات وكده، وتجيبيه انتي وواحده صاحبتك، انتي وجارتك زي ما احنا قلنا. الخضار اللي انت بتجيبيه اهتمي بيه من اول حاجه لاخر حاجه. يعني من اول يعني لو كيلو الخيار، اهتمي بالخياريه من اول خياره لحد اخر خياريه. عايزه اقول لك ان انت ازاي تهتمي بيه، ان انت بتغسليه تمام وبتنشفيه، وكل كام يوم بتدخلي بتشوفي التلاجة، بتشوفي مثلا ايه اللي هي هتحسيها ان هي ايه، ابتدت ان هي تدبل شويه، دي اللي هتستخدميها. الجامده شويه تسيبيها لاخر الاسبوع، وهكذا. كل لما ايدك تبقى في الحاجه هتلاقي نفسك ابتديتي ان انت يعني ان انت تهتمي بيها، هتلاقيها ان هي بقت اقل حاجه ان هي تبوظ منك، هتلاقي نفسك ما هدرتيش في الخضار قوي. الرز، المكرونه، لسان العصفور، الشعريه، الحاجات دي يا ريت تستخدمي الكوبايات او المعيار وانتي بتشتغلي بيهم. يعني انت مثلا مش من الكيس كده وتروحي تفضي منه في الاستخدام على طول. لا، انتي بصي خلي معاكي دايما المعيار او دايما الكوبايه هي الاستخدام بتاعك، علشان زي ما قلت لك ما تهدريش في الحاجات اللي زي دي. في بقى نقطه مهمه قوي انا عايزه اكلمكم فيها كبنات بقى وكستات. طالما انت بتسمعي مثلا معلومه مني او من غيري، او بتطلعي من اي فيديو عايزه تستفادي اي حاجه، عايزه اقولك ان انت ما تنسيش نفسك في المطحنه بتاعه الحياه دي. في موضوع المشتريات، انت لازم توفري لنفسك مثلا اي حاجه كل شهر، ان انت تجيبي لنفسك، بصي تجيبي لنفسك شنطه، تجيبي لنفسك فستان، تجيبي لنفسك بلوزه. الحاجات دي هتفرق في نفسيتك قوي قوي. وعايزاكي تبقي مثلا ايه اللي هو تعملي كنترول شويه للرفاهيات اللي ممكن انت بتصرفي منها، وخصوصا لاولادك. يعني انت مش بتحرميهم من اكل ولا شرب، لا، انت ممكن ان انت تعملي كنترول معاهم في حاجات معينه. ان مثلا الشهر ده انت مثلا كل شهر مثلا بتجيبي حاجه معينه كرفاهيه، تمام، الغيها شهر من الشهور، علشان تقولي ان انا هجيب لنفسي حاجه الشهر ده. فده مش غلط. يعني انا مثلا ايه، مثلا ان انا مثلا في ميزانيه الشهر بتاعي، مثلا هديكي مثال بسيط قوي. انا مثلا بحب اشتري كيس البطاطس ده اللي هو الجاهز كل شهر مثلا، والكيس ده مش رخيص. يعني الكيس ده مثلا ب 165 جنيه او حاجه كده، تمام. فبشتريه لانه البنات بيحبوه، مع ان البطاطس بتبقى موجوده، وممكن ان انا بس بصراحه يعني ايه، اهو حاجه بتبقى سهله وبسيطه، احط في الاير فراير على طول وبنستخدمه. اوقات مثلا يعني عايزه اكلمك ان الشهر اللي فات مثلا خلاص انا قررت ان انا مش هشتري البطاطس دي، الكيس البطاطس ده الشهر ده، واديني وفرت 165 جنيه ونزلت اشتريت حاجه لنفسي، فاهمه؟ انا كنت مبسوطه بالموضوع ده، ما تتخيلوش قد ايه. من لعب الولاد مثلا، انت مثلا متعوده ان انت مثلا بتدي لابنك او لابنك ان انت مثلا يلعب بلاي ستيشن بمبلغ فلاني مثلا كل يوم او كل اسبوع او حاجه كده، ممكن تمشيها معاه اسبوع واسبوع او يوم ويوم، ولازم تقولي لا. لازم يبقى فيه كنترول ليكي ان انت تقولي لا على حاجات معينه مثلا هي مش هتضرهم قوي لو ما عملوهاش الاسبوع ده، لانك توفري لهم لحاجه تانية، فاهمه؟ او توفري لنفسك مثلا في حاجه معينه. بصوا مثلا ده من ضمن الشهر ان انا اشتريت المشتريات البسيطه قوي دي، اللي انا مبسوطه بيها قوي. لان وفرت مثلا حاجه معينه في بند من البنود، ووفرت في حاجه، واشتريت مثلا مشتريات اللي هي كانت ناقصاني، حاجات صغننه وحاجات بصيطه بس كانت ناقصاني وكانت هتفرق معايا، فاهمين؟ بصي بقى المج العسول ده، هو فنجان قهوة، بصوا جميل، عجبني قوي بصراحة. يعني انا بقالي كتير عايزة اشتريه وكان عاجبني، وقلت بقى اجيبه لان انا طبعا بشرب قهوة على طول، فكان عاجبني قوي. وده برضو من ضمن الحاجات اللي كانت ناقصاني قوي قوي، اللي هي النشابة او اللي بنفرد بيه العجين، بس تكون ايه على صغير، تمام. بصوا انا كنتش عارفة اشيل اللزقة اللي فيها، بس بعدين رحت قطعتها بقى عشان انا ماليش خلق للكلام ده.
بس من ضمن الحاجات الحلوه برضو اللي انا اشتريتها، لانه كان عندي النشابه الكبيره، فاوقات مثلا ببقى بعمل حاجات صغيره فمش بتنفع معايا، فده كنت محتاجاه قوي. بصوا هو نظام من ناحيتين، حاجه صغيره وحاجه كبيره شويه. وده بقى اللي هي اسمه ايه، المفرش بتاع الصفايه بتاعه الاطباق وكده. هي نازله جديد وجميله بصراحه وشكلها حلو. عايزه اقول لكم ان انا استعملتها، يعني انا استعملتها بعد الفيديو ده، حلوه قوي قوي قوي. معرفش انا الميه بتروح فين بالظبط، بس كل اللي اعرفه ان هي بتشفط الميه ومتبقاش مبلوله، وبعد ما انت بتخلصي مثلا بتنشريها على المنشر وبترجع تنشف في وقت قليل قوي. نرجع بقى لمرجوعنا وبنتكلم على الموضوع التوفير. طبعا خلاص الامتحانات بتاعت الولاد والسنة خلاص بتنتهي، ففي بند كبير جدا هيوفر معاكي في مصاريف اللي كنت بتصرفيه على السندوتشات، واللي كنت بتصرفيه على مصروفات الولاد وعلى الحاجات دي. فانت بقى بتاخدي المصروف ده، بلاش تضيعيه بقى هباء منصورا في اي حاجة. اشتركي للولاد في حاجات صيفية، اشتركي لهم في كورسات، اشتركي لهم في نشاطات، حاجات ذهنية، حاجات تطور من المهارات وتنمي المهارات بتاعتهم وحاجات زي كده. تمام. في حاجة كمان عايزة اكلمكم فيها، وده استفادة شخصية من ان ازاي تخلي مصروف البيت فيه بركة. يمكن اغلبكم عارفين الموضوع ده، بس انا بتكلم للناس اللي لسه ما تعرفش او اللي ما عندهاش فكرة عن الموضوع ده. اول ما بتمسكي مصروف البيت، او اول ما جوزك بيديكي مصروف البيت، او ايا كان مين فيكم اللي بيصرف، تطلعوا صدقة لوجه الله. ده بيخلي فيه بركة حلوة قوي قوي، سبحان الله ما تعرفيش بتجيلك منين. الموضوع ده انا ما كنتش اعرفه برضو، الموضوع ده علمهولي جوزي. لما تمسكي مرتبك او تمسكي مثلا المصروف بتاعك، مصروف البيت، اول حاجه تعمليها خصصي كده جزء صغير قوي، انا ما قلتلكيش حاجه كبيره، حاجه صغيره قوي تطلعيها كده صدقه لله. تمام. الموضوع ده بيبقى فيه بركه، وبيخلي المصروف بيكمل معاكي لاخر الشهر من غير ما تتحوجي لاي حد. عايزه اقول لك، لو انت مثلا اديكي داخله سوبر ماركت او داخله هايبر او داخله اي حاجه، ومثلا انت داخله تشتري ب 300 جنيه، انت عامله ميزانيتك ب 300 جنيه، انا خلاص هشتري مشتروات كذا كذا ب 300 جنيه، وجيتي عند الكاشير مثلا جيتي تدفعي لقيتيهم 330 جنيه، عادي خالص ان انت ترجعي الحاجه اللي انت اقل حاجه انت ممكن عايزه ان اقل حاجه انت مستفاده منها. فاهماني؟ اوعي تتكسفي قدام الراجل قدام الكاشير انه لا انا ازاي ان انا ارجع، او لا، طالما انت ده خلوا بالكم دي نقطه، مش بتكلم في ال 300 جنيه وال 330 جنيه، دي نقطه المبدا. هنا بقى المبدا، انت مثلا ايه، خلاص انا عامله حسابي على 300 جنيه، لو هم 330 جنيه لا انا مش هدفع 30 جنيه الزياده. لان انت لو انت عامله مثلا عامله ميزانيه لل 300 جنيه، هتلاقي نفسك ال 30 جنيه دي عجزت في حاجه تانية. انت في غنى عن الموضوع ده، لا انت عادي خالص ترجعي الفلوس اللي انت الزياده معاكي، ترجعي الحاجه اللي مثلا اقل حاجه انت عايزاها. تمام. يعني انت مثلا لو جايبه مثلا معطر للبيت وخلاص ده اقل حاجه انا ممكن استغنى عادي عنه، فخلاص انا هرجعه ومفيش اي مشكله. يمكن انا اتكلمت في الموضوع ده قبل كده عن ال المبلغ اللي انت بتشيليه لازم برضو حاجه كده بتشيليه على جنب، دي اسمها للطوارئ. دي انت مثلا في حاجه مثلا تحصل لا قدر الله، حاجه حلوه حاجه سيئه مثلا، محتاجه مثلا هتروحي تباركي لحد فهتديله فلوس، حاجات بتاعتنا بتاعت يعني بتاعت الشعب كله، دي هتروحي مثلا عزا، هتروحي حاجه كده بتبقى على جنب، دي بقى خليها للطوارئ، ما تمديش ايديكي عليها الا للطوارئ وفقط. تمام. وبرده هيبقى مبلغ ده بتحدديه نسبه وتناسب على حسب المرتب بتاعك او المصروف البيت اللي انت بتاخديه بتاعك. هنا بنات الخضره دي انا لما باجي اقطعها مثلا وهشيلها في التلاجة متقطعه، بحط معاها معلقه معدن بتمتص الرطوبه. تمام. وبتخلي الخضره بتاعتك حلوه وفريش كده وطازه ومش بتبوظ منك لاخر الاسبوع، ممكن تقعد معاكي من 4 ل5 ايام. تمام. في حاجه يا بنات عايزه انوهكم ليها، ان في حاجات انت في يومك بتستخدميها مثلا بتحسي ان هي ملهاش لازمه، او ان دي مش دي حاجه توفري من وراها. زي ايه مثلا؟ زي ان انت سايبه النورمه مفتوحه بتاعه البيت كله شغاله مثلا يعني. تمام. لا انت خلي المكان اللي انت قاعده فيه بس هو اللي شغاله فيه، اللي النور شغال فيه. تمام.
الغاز، الميه اللي انت بتستخدميها في رغاوي 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 كتير قوي، لا اقتصدي في الحاجات دي. هتلاقي الفواتير، خصوصا لو انت ست ماسكه فواتير الغاز والميه والنور والحاجات اللي زي دي، اقتصدي في الحاجات دي. هتلاقي نفسك بتوفري في اخر الشهر، يعني بتوفري مبلغ حلو ممكن تستفادي بيه في حاجات تانية. والحاجات اللي انت ممكن تستغني بيها، الحاجات اللي هي الطازه بالحاجات المجمده. يعني دلوقتي مثلا اواني الملوخيه الخضراء، فانا ليه اشتري ملوخيه من اللي جاهزه في السوبر ماركت بتبقى غاليه وهو اوانها تمام، وان انا ممكن اجيب كمان وافرزها، فاهمين؟ شوفي الايام دي مثلا الملوخيه، البطاطس لو عايزه تفرزيها، الفواكه مثلا، شوفي ايه الفاكهه اللي اوانها الايام دي وممكن تفرزيها. الخضار برضو الحاجات مثلا، شوفي لو الطماطم مثلا، لو انت جبتي 2 كيلو فرزي كيلو وخلي كيلو في التلاجة. الحاجات دي بتفرق معاكي قوي قوي. تمام. ودخلي بقى سياسه المعجنات في الفطار وفي العشاء، بتوفر عليك ان مش لازم كل يوم تاكلي جبنه وبيض كل يوم، لان البيض والجبنه الحاجات دي بتبقى ميزانيه تانية. فممكن ان انت تعملي فطير، ممكن تعملي باتيه، ممكن تعملي حاجات دي بتوفر لان الفطار والعشاء بيبقوا محتاجين مرتب تاني مش ميزانيه تانية. ان شاء الله هكلمكم اكتر في الفيديوهات الجايه باذن الله على الحاجات اللي بحس ان هي بتوفر معايا انا شخصيا، تمام، علشان تستفادوا زي ما انا بستفاد. وان شاء الله اشوفكم على فيديو جديد يا بنات باذن الله. تصبحوا على خير، باي باي.